السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم بسبوسه اللي ساهله، كتجي رائعه بزاف، هشه وخفيفه، بمكونات اللي جد اقتصاديه، والطريقه ديالها بسيطه بزاف، سريعه في التحضير. نخليكم تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. في واحد الاناء غادي نوضع حبه وحده ديال البيض، غادي نضيف ليها رشه ملح، وغادي نضيف كيس من سكر الفاني. بالنسبه للسكر احتاجيت كاس الا ربع ديال السكر. بالنسبه للعبار بالغرام راه غتلقاوه كيف ديما مكتوب في صندوق الوصف. صافي هنا غادي ندمج المكونات مزيان مع بعض حتى كيتغير ليا اللون ديال البيض. صافي هنا من بعد ما ندمجوا ليا المكونات مع بعض ومباشره غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وغادي نعاود نخلط المكونات مع بعض. صافي وفي هذه المرحله غادي نضيف كاس ديال الحليب. صافي من بعد ما ندمجوا ليا العناصر مزيان مباشره غادي نضيف النواشف اللي غنحتاج لهم معلقه ديال الكوك او جوز الهند. غنضيف ملعقه تكون مملوءه جيدا ديال النشا. هذا المكون كيخلي البسبوسه كتجي هشه وكتجي رائعه بزاف. صافي غادي نضيف الفينو او ممكن تضيفوا حتى سميده رقيقه حتى هي كتعطي نفس النتيجه. غادي نضيف جوج كؤوس، وكما قلت غنخلي العبار ديالهم مكتوب في صندوق الوصف. صافي غادي ندمج الكاس الاول مع المكونات هكا حتى كيختفي، ومباشره غادي نضيف ليه الكاس الثاني. صافي هنا من بعد ما ضفت الكاس الثاني ديال السميده او الفينو، ومباشره غادي نضيف جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلوى ما يعادل 16 غرام. صافي غادي نضيفهم وغادي نعاود نخلط العناصر مزيان مع بعض حتى كيندمجوا. بالنسبه للخليط كيف غادي تلاحظوا كيجينا خفيف شويه، يعني ما نخليوش الخليط يكون ثقيل، هكا باش كنحصلوا على بسبوسه اللي كتجي خفيفه وكتجينا هشه. صافي هنا من بعد ما ندمجوا ليا كاع العناصر، كاخر مرحله غادي نضيف مبشور ديال حامضه. كيف ما كتلاحظوا غادي نخليها حتى الاخر حيت دغيا كتفاعل ليا مع الخميره. صافي هنا غادي نضيف ربع كاس ديال العصير ديال الحامض او حامضه هكا معصوره. صافي هنا مباشره غادي نفرغ الخليط ديالي في صينيه او في مول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده. وكيف لاحظتوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه، ما تخليوش الخليط يجيكم ثقل من هكا. صافي هنا غادي نخلي الخليط ديالي على جنب يرتاح تقريبا واحد 15 دقيقه هكا حتى كتشرب لينا ديك السميده او الفينو. ومباشره غادي نوضع فوق منه الكريمه. كيف غادي تلاحظوا ما وضعتهاش في البدايه، خليت الخليط ديالي حتى تشرب هكا باش ما كتنزلش لينا ديك الكريمه في القاع ديال الخليط، كتبقى هكا في السطح او في الوجه ديال الخليط ديالنا. بالنسبه لهاد الكريمه راه سبق لي وشاركتها معكم في فيديو قبل من هذا. انا غير بقات ليا الكريمه وما بغيتش نضيعها، وقلت علاش لا ما نحضرش بها هذه البسبوسه اللي كتجي رائعه بزاف. غترجعوا الفيديو اللي قبل من هذا وغادي تلقاو الوصفه ديال الكريمه، وغادي نعاود نشارك معكم المكونات ديالها في صندوق الوصف. صافي هنا كيف لاحظتوا كنوضع خطوط على هذا الشكل يعني بالطول، وكنعاود نعكسهم بهذا الشكل. وفي هذه الاثناء راني شاعله الفران خليته كيسخن، غادي ندخلها على نار اللي كتكون متوسطه، كنشعليها غير من الاسفل، كنخليها حتى كطيب، عاد كنشعليها الفوق باش كتحمر. بالنسبه للمده ديال الطياب ما خداتش ليا مده اللي هي طويله، تقريبا 20 دقيقه كانت عندي واجده. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الفرن كيف كتلاحظوا كتجي واحد البسبوسه اللي خفيفه بزاف.
صافي هنا وهي مازال سخونه غادي نسقيها بالسيرو اللي خليته حتى برد، حضرته قبل. اللي احتاجيت ليه كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء وشرائح ديال الحامض او الليمون، وخليت الخليط ديالي هكا حتى غلا واحد دقيقه او 2 دقائق صافي، وخليته على جنب حتى برد صافي. وغادي نسقي به البسبوسه وهي مازال سخونه على هذا الشكل. صافي بالنسبه للتزيين ممكن تزينوها بالكوك او باي مكون نتوما كتفضلوا او متوفر عندكم. انا دهنتها هكا بشويه ديال المربى، وغادي نزين برقائق ديال اللوز من بعد ما حمرتهم على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين كتخليوه حتى كتبغيو تقدموا البسبوسه ديالكم. انا لضيق الوقت يعني زينتها باش نقطعها معكم وهي مازال سخونه. كنفضل تخليو البسبوسه حتى كتبرد تماما وعاد كتزينوها وكتقدموها. صافي هنا غادي نقطع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. صراحه كتجي واحد البسبوسه اللي رائعه بزاف، كتجي خفيفه هشه، والكريمه ديال الحامض كتزيد تعطيها لذه اكثر. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. كنحصل عليها بهذه النتيجه. صراحه كتجي واحد البسبوسه اللي خطيره وكتجي اكثر من رائعه. وكيف لاحظتوا مكونات ديالها راها بسيطه وسهله حتى في التحضير، يعني راه ما كتاخذش منكم لا وقت ولا حتى مجهود. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعم وعلى المتابعه ديالكم. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.